أسلفت ذكر في العناوين مطالب بحظر تيك توك أو تقنينه في المغرب حماية للمراهقين أمام تزايد انتشار المحتوى المسيء للقيم للأخلاق، مشاهد حاطة بالكرامة حينا آخر عنيفة، وفي كثير من الأحيان بإيحاءات مستفزة، مشاهد تدخل في باب تسول الأرباح المادية السريعة. حسن بن رابح جس نبض البيضاوي. التيك توك المغربي يحتل الترند ليس لمحتواها الراقي بل لمضمونه المشين الهجين والغريب. ظاهرة جديدة اسمها كبسوا كبسوا أو أنا سمكة سمكة إلى غير ذلك من العبارات والمصطلحات تنتشر كالنار في الهشيم وأضحت مرادفة للتكسب السريع. مضامين تلقى الإقبال وتثير الفضول وسط المراهقين والشباب رغم أنها تثير الاستهجان. بالنسبه لي انا دوك اللي كيقولوا انا سمكه وكبيس راه ماشي معقول، ماشي مشكل، ماشي حتى من الناحيه الاخلاقيه باش دير فلوس من بديك الطريقه ما حاله ما والو، فهمتي؟ فعلا فيديوهات ولايفات قمه الاحتقار، انك تضحي بالانسانيه ديالك والكرامه ديالك على قبل البوز والفلوس، والقانون خاصو يتدخل في هذا الشيء حتى ما يمكنش. انا على وديت هذا الشيء ما دايرش تيك توك، حيت كيجيني غير شوها وبنادم ولا كيدير الضحك في راسو على وديت الفلوس. انا بوغ موا راه لابليكاسيون انا بعدا ما عنديش، ما كنستعملهاش، وهادشي وليت كنشوف صراحه راه حشومه بزاف. مقالات صحفية تناولت الموضوع بشكل مستفيض وناقشت احتمالية حظر التطبيق بالمغرب، خطوة تبدو صعبة في الوقت الراهن، فيما عمدت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب إلى مناقشة مقترح الحظر واستنكرت المستوى الذي وصلت إليه منصات التواصل الاجتماعي. إلا ما قدوش يحيدوا هذا الشيء دونك خاصو يتمنع، فهمتي؟ تيك توك إلا ما صايبوش هذا الشيء وحبسوا هذا الكونتوني اللي خايب اللي كيبين الاخلاق ديالك كيتباع وفابور كيقول لك انا ربحت 35 ولا 40 مليون. السؤال هي علاش هذا الشيء؟ خص الحقيقه خص يكون واحد القانون مدعي لشي مواضيع اللي ستكون منحطه تضر بالمجتمع، تضر بالاولاد ديالنا، بخصوص بان هذا الشيء هذا ولا هو الحيط القصير اللي اي واحد بغى يركبو، اي واحد بغى يدير فلوس ولا تيسحب ليه. هذا هو الطريق السهله. هل حظر تطبيق التيك توك بالمغرب هو فعلا الحل الناجع لكبح جماح المحتوى الرديء بالسوشيال ميديا؟ الأسئلة تتناسل: ما هي مصادر هذه الأموال الضخمة؟ وهل ستفرض الضرائب على المداخيل التي يكسبها أصحاب محتويات وسائط التواصل الاجتماعي سواء بالتيك توك أو غيره؟